بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا كامل ملاح وتلقاكم لا فيديو بصحة جيدة. جيت ندير اليوم نشارك معكم صابلي، طلبية تاع صابلي شوكولا من أسهل وصفات صابلي من أروع ما يكون. يجيكم مطري خفيف وهشيش، والأهم أنه يجي بزاف بنين، والكريمة تاعو بزاف بنينة وتبقى معاكم أطول مدة ممكنة. كما تعودتوا عليا توجور ندير لكم كريمات اللي يبقاو مدة طويلة. كما تعرفوا بلي كريمة الزبدة ما تطولش بزاف، مي هذه الكريمات اللي نديرهم يعني يبقاو مدة طويلة، ما يتبدلش الذوق تاعهم. شوفوا لي كيفاش صابلي تاعنا يجي هشيش. ما تنساوش ديروا جيم وبارطاج لا فيديو وتبعوا معايا الوصفة. هنا درت 250 غرام تاع مارغرين بحرارة المطبخ، درت معاه كاس تاع السكر ناعم، زدت معاه حوالي 5 ملاعق تاع الزيت، زوج بيضات كاملين يكونوا متوسطين، ورشة تاع الملح. ونطلعها اللي عندها باتور ولا يعني كي يكون البرد شوية ما ننصحكمش تخدموا بيديكم، ديروا بالباتور أحسن. فوالا نخلطها مليح حتى تولي عندي خليط يكون كريمي. كي تكون سخانة يعني غير بالفوي ولا بيديكم ثم راح يتخلطوا المكونات. كي يكون البرد شوية يعني الزبدة قد ما تكون طرية ما تجيش طرية بزاف. هنا ضفت لها ملعقتين تاع كاكاو بني و... ودرت هنا الخميرة كيميائية مع الفارينة. درت حوالي نص باكي، حوالي 5 غرامات تاع خميرة كيميائية، ولميتها بالفارينة حتى تحصلت على عجينة تكون طرية. نفتحها بالحلال كيما راكم تشوفوا، بسمك ما يكونش خشين بزاف وما يكونش رقيق. ما رانيش باغيه الصابلي تاعي يجي خشين بزاف باسكو عندنا كريمه في الوسط. حقيقه هاد الطلبيه الزبونه يعني ما عطاتنيش حاجه معينه، قالت لي المهم اني باغيه ناكل صابلي يكون بنين، الكريمه تاعو يكون فيها ذوق الكراميل. الوغ درت لها الكريمه بذوق الكراميل. فوالا طبعت انا اخترت هذا الموتيف باش يجي سامبل، وانتوما يعني كيما تبغوا ديروه. كاين بزاف اللي ما يبغوش كريمة الزبدة، تقدروا تلصقوا بالكراميل، تقدروا تلصقوا بشوكولا أطاغتيني، بالكونفيتور. ماشي لازم عليكم ديروا كريمة الزبدة بالنسبة للناس اللي ما يبغوهاش. بالنسبة لكريمة الزبدة هنا كنت درت 150 غرام تاع زبدة مارغرين، كنت درت 100 غرام تاع أوبلين، وزدت لها 50 غرام تاع فلوريال لخطر ما كفاتنيش، ودرت معاه 100 غرام تاع السكر غلاس. وراني نخلط فيها بالباتور بهذه الطريقة كيما راكم تشوفوا. يعني نسيي نخلطها مليح بالباتور حتى نحس باللي الحجم نتاعها ضاعف ولات معايا خفيفة. زدت لها ملعقتين كبار تاع كراميل. ديروا توبي ولا هذه توفيا، دي فوا تجي مليحة دي فوا لا مي لازم تكون ثقيلة. الكراميل اللي تستعملوه لازم يكون بهذا القوام ثقيل، هنا باش نعطوا لها الذوق تاع الكراميل. الا ما درتوها غير بالسكر غلاس ديروا 150 غرام مارغرين مع 150 غرام سكر غلاس. انا بما انه راح ندير الكراميل نقصت كميه السكر غلاس، درت غير 100 غرام باش كي ندير الكراميل ما تجينيش حلوه بزاف. وقعدت نخلط فيها حتى تحصلت على هذاك القوام اللي شفتوه، تجي خفيفه وما تخافوش منها، تبقى معكم مده طويله ما تفسدش، يعني تبقى اكثر من اسبوعين الذوق تاعها ما يتبدلش. هنا بعد ما طيبت الصابلي تاعي وبرد لي تماما، نجي ندير كمية تاع الكريمة في الوسط. بالنسبة للناس اللي يبغوا الكراميل تقدروا ديروا الكريمة غير على الأطراف وديروا في الوسط كراميل، كيما تقدروا ديروها غير كريمة وحدها ديجا راهي بنينة. فوالا تلصقوها كيما راكو تشوفوا. نسيي كاع نسقم الأطراف بما يبقى ليش الفيد باش كي ندير الكلاصاج يجيني لا فينيسيون شابة. كي تكون شويه سخانه يعني نديروا الصابلي تاعنا في الفريجيدير يحكم روحو باش نديروا له الكلاصاج. مي كي راه البرد يعني ثم درت له الكلاصاج ما خليتوش كامل استنى. هاوليك السمك تاع الكريمه اللي درته، يعني ما يكونش خشينه بزاف وما تكونش قليله بزاف. نروحو نوجدو الكلاصاج اللي توجور تسقسوني واش من نوعية تاع شوكولا. عادة نستعمل دادا بالحليب ونكاسيها بماكسون نوار. هاد الخطرة استعملت كاع كي بالحليب كي النوار استعملت ماكسون. درت علبة كاملة تاع 250 غرام تاع بالحليب شوكولا بالحليب، وزدت لها نص علبة شوكولا سوداء. هكا دايما نميلونجي الشوكولا سوداء مع الشوكولا بالحليب باش تعطيني كولور شابة وما في البنة تجي هايلة. ضفت لها 3 مغارف كبار تاع الزيت باش نخففها،
ونقلاصي بها الصابلي تاعي. شوفوا لا كولور تاعها شحال تجي شابه، وكي تنشف الزيت تتفونصا شويه، وشوفوا لي لا بريونس تاعها شحال شابه. فوالا نقلاصي الصابلي تاعي عادي، كي ينشف نديرلو تزيين جد بسيط، على خاطر هنا الزبونه ما كانتش حابه تزيين، قالت لي خليه لي سامبل، شغل ما درتش درتو صابلي سامبل. وعلى بالي بلي كاين بزاف لي يبغوا هاد لي صابلي سامبل بدون تزيين، سي بوغ سا صورت لكم الوصفه. مالغري درتو في الليل، انا عاده ما نبغيش نصور في الليل، ومن بعد قلت معليش نصورها لكم باسكو كاين بزاف لي يبغوا هذا النوع من لي صابلي. هاي ليك الشوكولا، شوفوا لا بريونس تاعها شحال شابه. هنا بعد ما نشفت لي قلت لكم لا كولور تاعها راح تتفونصا كي تنشف. درت الشوكولا في ان بوش، درت لها ثقبه صغيره، وراح ندير هذا التزيين اللي كنت تشوفوا فيه. تقدروا ديروا غير خطوط هكا تخططوها كامل، كيما تقدروا ديروا هذا التزيين، يعني يعطيها لمسه شابه. بالنسبه للكميه تاع الصابلي خرجت لي 33 حبه، هذه الكميه تخرج لكم 33 حبه بالضبط. وشوفوا مكاش فيديو راني دايراتو تاع صابلي ولا اي كاطو نديرو ما نقولكمش شحال يخرج لي من حبه، ولكن نلقى في التعليقات نفس السؤال شحال خرج لك الكونتيتي دي من حبه. دي فوا ما نجاوبش ودي فوا نجاوب، على خاطر راني سبحان الله الواحد يتعب على هاد لي فيديو ويعطيكم كلش في الفيديو، من بعد تعاودوا تسالوا اسئله ديجا انا راني مجاوبه عليها في الفيديو. هنا وريت لكم الصابلي كيفاش خرج بعد ما نشف، وهاوليك بعد ما قسمته شوفوا كيفاش جا، ويجي بزاف هشيش. شوفوا القوام تاعو كيفاش. وهذه هي لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم.